اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره اخرى على قناه تي تايم بودكاست. اذا كانت هذه اول مره تكتشفوا القناه ديالي فما تنساوش انكم ديروا اشتراك للقناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا كذلك لايك للفيديو وتشاركوه مع اصحابكم الى عجبكم، وخليوا لي في التعليقات اي حاجه بغيتوا تشاركوها معايا. ودابا ندوزو باش نبداو في الحلقه ديال اليوم، واللي هي حلقه خاصه جدا، وبغيت ندوي فيها على واحد الموضوع اللي هو حاليا موضوع الساعه. كاملين غنكونوا شفنا او لا سمعنا بالموضوع اللي وقع حاليا ديال هذاك الشخص اللي حاشا واش نسميوه انسان، واللي تحرش بطفل صغير في البحر، واللي استغل الوضع ديالو كمؤطر باش انه يكون عنده تواصل مع مجموعه ديال الاطفال، واللي كيستغلهم جنسيا وكيتحرش بهم بواحد الطريقه مقززه. آه صراحه ما عرفتش كيفاش نتكلم على الموضوع ديال اليوم، لانه موضوع اللي كيعصب. انه مازال لحد الساعه ما كاينش عقوبات وما كاينش قوانين ردعيه اللي كتحبس هاد الاشخاص هادو، اللي كتحبس هاد لي بيدوفيل هادو اللي كيهددوا لينا الاطفال ديالنا، واللي يقدر يكون اي شخص. يقدر يكون شخص من العائله ديال الطفل، يقدر يكون الاستاذ ديالو، يقدر يكون جاره، يقدر يكون ملحن، ويقدر يكون اي واحد. الموضوع جدي وجدي بزاف، ولكن مع ذلك كيتخاد بواحد السهوله، وما كيتخادش بجديه، ما كيتخادش بالمعقول، وما كدارش خطوات وقوانين باش هذا المشكل هذا ما يبقاش، او على الاقل باش هذا المشكل هذا يتحد. حاليا الاباء كاملين ولاو خايفين على الاطفال ديالهم، ولاو كيخمموا كيقولوا اي نشاط ولا اي حاجه صيفط ليها الطفل ديالك كتولي مشطون ومخلوع، وكتقول ياك ما غادي يتحرش به شي واحد. ولكن راه الحل ماشي هو اننا نحبسوا وليداتنا في الدار ونسدوا عليهم باش ما يكون عندهم تواصل مع حتى شي حد. داكشي علاش خاص حلول ردعيه لهذا الموضوع هذا. واهم حل واللي بغيت ندوي عليه بالضبط في هذا البودكاست هذا هو الوعي. ما بغيتش نوجه اتهام للاباء، ولكن راه غلط وغلط كبير اننا نكونوا ما كندويوش مع اولادنا في هذه المواضيع هادو، اننا نكونوا ما كنشرحوش ليهم هاد الامور هادي. راه ولادنا واخا صغار، واخا يكونوا في واحد العمر صغير، خصنا نهضروا معاهم ونشرحوا ليهم ونفهموهم بان الجسد ديالهم خاص بهم هما، حتى واحد ما خصو يتعدى الحدود معاهم، حتى واحد ما خصو يجي ويبدا يعنق فيهم، ولا يبدا يبوس فيهم، ولا يبدا يقيسهم في اماكن اللي هي حساسه. خصهم يكونوا واعيين بهذه المساله، باش بمجرد ما شي شخص يقرب منه يبغي يدير فعل من هذه الافعال هذه، الطفل يفهم بان داك الشخص راه كيدير واحد الحاجه اللي هي غلط. سواء انه ما يخليهش، سواء انه يغوت، سواء انه يمشي يقولها لشخص اخر، يقول لي راه فلان جا وبغى يقيسني في هذه البلاصه ولا بغى يدير هذا الفعل هذا، وخصو يجي يقولها لوالديه. ولكن الغلط اللي كيقوموا به الاباء هو انهم كيحشموا، كيقول لك لا حشومه، واش انا غنجي ونبدا كنهضر مع ولدي في هاد المواضيع هادي؟ لا حشومه، ما خصنيش نهضر معاه، حشومه ما نقدرش نقول ليه داكشي، حشومه ما خصوش يتهضر فيه. لا، ما كايناش شي حاجه اللي هي حشومه. اي حاجه اللي كتهدد السلامه ديال الطفل ديالي، وانه يقدر واحد النهار يوقع في حادثه تحرش جنسي اللي غادا تاثر عليه نفسيا حياته كامله، ما كايناش فيها الحشومه. خصني نجيبو ونجلسو ونهضر معاه ونشرح ليه ونفهمو مزيان، ونفهمو بانه ماشي غير واحد الشخص واخا يكون قريب ليه قاسو ولا قال ليه شي حاجه ولا دار معاه شي فعل فراه الامر صافي عادي ويدوز. لا، خصنا نكونوا واضحين مع اولادنا في هذه المسائل هادو، ونهضروا معاهم ونوعيوهم ايا كان العمر ديالهم. من طبيعه الحال غادي نشوفوا طريقه اللي الطفل غادي يفهم بها، حيت ماشي كيف ما غنهضر مع طفل عنده 5 سنين وهي نفس الطريقه اللي غنهضر بها مع طفل عنده 10 سنين ولا طفل عنده 13 عام ولا 14. غادي نقاد الطريقه ديالي ونهضر مع داك الطفل على حسب الوعي ديالو، ولكن خصني نهضر معاه وخصني نشرح ليه وخصني نفهمو بان الجسد ديالو عنده حرمه، ما خص حتى واحد يقيسو، وما خص حتى واحد يتعدى عليه او لا يقوم بواحد الفعل اللي هو فاضح معاه. راه هاد الامور هادي ولات كتكرر بزاف في المجتمع ديالنا، ولينا كنشوفوا هاد الامور هادي بزاف، ولينا كنشوفوا هاد لي بيدوفيل هادو ما كيحشموش. لاش؟ لانه ما كاين حتى شي واحد اللي كيردعهم، ولان الاطفال كيكونوا
المساكن ما فاهمينش، كيكونوا متعودين انه مثلا في العائله ديالهم اي واحد كيجي كيهزو، اي واحد كيجي يبوسو، اي واحد كيجي يعنقو، اي واحد كيقرب ليه، اي واحد كيقيسو في جسمه، فما كيكونش عارف يفرز ما بين الخطا والصواب، ما كيكونش عارف واش هذا الشخص هذا الا دار داك الفعل واش عنده نيه سيئه ولا نيه خايبه. لا، نهضروا مع اولادنا ونشرحوا لهم، هذه راه هي اول خطوه. ما نتسناوش من الدوله انها، لا الدوله هي اللي خصها دير القوانين والدوله هي اللي خصها تعاقب هذوك الناس، ولكن شنو غنستافد انا الا الطفل ديالي عاش هذيك تجربه التحرش الجنسي وتعقد في حياته، عاد هذاك الشخص تعاقب، شنو غنستافد انا؟ راه فعلا غيتعاقب وخصو يتعاقب، وما كرهناش ليه عقوبه اللي تكون قصوى باش انه ما عمرو يعاود هذاك الفعل، ولكن انا الطفل ديالي غيكون صافي داز من ديك التجربه الخايبه وعاش هذيك التجربه، واللي غادي تبقى النتائج ديالها غدا مع حياته كامله، اللي غيولي خصو علاج نفسي باش انه يتخطى هذوك الامور، باش انه يقدر يعيش حياه اللي هي طبيعيه. فلا نحاول من الاول انني نتفادى ان ديك التجربه توقع. باش غنتفاداها؟ بالوعي، بانني نهضر مع ولادي ونشرح لولادي ونقول لهم كل شيء وندوي معاهم بلا حشمه. راه هاد الحشمه هذه كتخرج علينا بزاف ديال المواضيع كنقولوا لا حشومه، ما نهضروش فيهم، ما نتناقشوش فيهم، حق راه وليدات صغار، حق راه ما عارفينش، حتى كيوقع المشكل، وهذا راه ما يمكنش، هذا راه مشكل اكبر. فلا عافاكم، اي واحد عنده كاين شي طفل في لونتوراج ديالو، ماشي بالضروره يكون هذا الطفل الابن ديالك، اي واحد كاين اطفال في لونتوراج ديالو، عافاكم حاولوا توعيوا والديهم بانهم يدويو معاهم، بانهم يهضروا معاهم، بانهم يشرحوا لهم. الا كان عندكم نتوما تواصل مع داك الطفل والوالدين عطاوكم البيرميسيون انكم تدويو مع دوك الاطفال، دويو معاهم، شرحوا لهم. خاصنا نحاولوا نتحدوا بيناتنا ونخلقوا واحد الوعي عند الاطفال ديالنا باش نحاولوا ما امكن ان هذا المشكل ديال البيدوفيلي ما يبقاش. ما كرهناش انه ما يبقاش، راه يحز في النفس ويضر في الخاطر، فاش انك كتسمع وكتشوف قصص تدمي القلب، والله العظيم تدمي القلب. كتشوف ان اطفال صغار بزاف في واحد لاج اللي صغير وتعداو عليهم حيوانات بشريه اللي من العائله ديالهم، ربما من العائله ديالهم، كيقدر يكون الاب ولا العم ولا الخال ولا الجد. هادشي بلا ما ندوي على البراني اللي كيكون غير الاستاذ ولا الجار ولا مول الحانوت. راه بزاف هاد الامور هادي والله العظيم الا بزاف، وممكن اننا نتغلبوا عليها ونحبسوها باشياء اللي هي بسيطه. دويت على الوعي ديال الاطفال، ولكن بغيت ندوي على واحد الحاجه اللي هي اخرى. الاسر ملي كتوقع فيها هذا المشكل هذا ما كيرضاوش انهم يهضروا، ما كيرضاوش انهم يبلغوا بهذاك الشخص، كيقولوا لا حشومه غنجيبوا الفضيحه للعائله ديالنا. اش من فضيحه اكثر من انك تشوف الابن ديالك ولا الابنه ديالك عاشت تجربه مؤلمه اللي غادا تاثر على النفسيه ديالها حياتها كلها، وغتبقى دائما كتفكرها وغتبقى دائما كتعذب بها. اش من مشكل اكثر من هذا؟ لا، هذاك الشخص خصو ياخذ العقاب. ما سوقيش انا في الفضيحه، ما سوقيش في الناس، ولكن الشخص اللي سبب هذاك الاذى للطفل ديالي خصو ياخذ العقاب. فعافاكم اللي شاف شي حاجه بحال هكا ولا اللي عرف بانه طرات شي حاجه بحال هكا، ما تبقاوش تحشموا وتقولوا لا غنتفضح، لا غيهضروا فيا الناس، لا غنتشوه ما بين الجيران ولا غنتشوه في العائله. بقاو تبلغوا بهذوك الناس، رفعوا عليهم قضايا، بلغوا بهم، خليوهم يتعاقبوا. راه هذا الغياب ديال العقاب هو اللي كيخلي هاد لي بيدوفيل زايدين فيه وما خايفينش، حيت هما كيلعبوا على داك الوتر ديال الخوف ديال الناس من المجتمع وداك الحشمه ديالهم. كيقول لا راه حتى واحد ما غادي يقدر يهضر واخا انا ندير ديك الحاجه، فبالتالي كيتماداو وكيزيدوا فيه وكيعيقوا. فعافاكم، قبل ما نتسناو من ان الدوله دير شي حاجه، خصنا حنا كافراد نتعاونوا ونخلقوا هذا الوعي عند وليداتنا، ونخلقوا هذا الوعي ديال اننا نسلموا امور في حال هذه للقانون بلا ما نخافوا من المجتمع. المجتمع راه ما غاديش ينفعك نهار الابن ديالك النفسيه ديالو غتاثر، المجتمع ما غاديش ينفعك هاد الناس اللي انت ولا انت خايفه انهم غيهضروا عليك ولا غتشوهي بيناتهم. نهار الطفل ديالك ما يبغيش باقي يمشي لك للمدرسه ويولي غير سد عليه في بيته وما بقادرش انه يعيش حياه طبيعيه، هذاك المجتمع ما غاديش ينفعك وهذوك الناس ما غاديش ينفعوك. فعافاكم نديروا يد في يد باش نخلقوا واحد التغيير ولو بسيط. راه الامور هكا كتمشي شويه بشويه ونقدروا نغيروا بزاف ديال الامور. كنتمنى ان هذه الرساله هذه تكون وصلت
لان هذا الموضوع هذا قررت انني ندوي عليه. ما قدرتش انني ندوي، لان ما قدرتش انني ما ندويش، لانني تخيلت هذاك الطفل كان ممكن يكون خويا، كان ممكن يكون ولدي. فبالتالي دويت بحرقه وهضرت في موضوع اللي هو بعيد عن المواضيع اللي انا غالبا كندوي عليها في القناه ديالي، ولكن كان ضروري ما نديروا هذه النقطه هذه، كان ضروري انني نشارك هذه الرساله هذه. فعافاكم اي واحد شاف هذا الفيديو، ما تنساوش انكم تشاركوه مع اصحابكم، شاركوه مع الناس اللي تبغيو انهم يعرفوا هذا الشيء، واللي تبغيو واللي كتشوفوا انهم خصهم يسمعوا هذه النصائح، محتاجين لهذه النصائح هادو. كذلك الا كنتو باغيين تدعموني باشتراك في القناه، بتفعيل الجرس، بانكم شاركوا معايا في التعليقات الراي ديالكم في هذا الموضوع. فمرحبا بكل الدعم ديالكم وشكرا لكم. وهذا الفيديو راه سجلته بقيت غير كنهضر، لانني والله الا كنهضر من القلب، كنهضر من القلب، وبغيت الرساله انها توصلكم. فشكرا بزاف لتتبعكم لهذا البودكاست هذا، ونشوفكم ان شاء الله في بودكاست جديد وفي موضوع احسن من هذا. شكرا لكم وبسلامه.